عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايب قلبي عملت لكم فطير في البيت بالجبن. شايفين الحلاوة والجمال؟ بسم الله ما شاء الله، ومقرمش من بره وطري من جوه ومليان جبنة وحشوات. وعملنا الفطير التحفة ده. انا عايزة بس اوريهولكم. شايفين زي ما بتجيبيه من عند الراجل بالظبط. بسم الله ما شاء الله، بالقشطه بالمكسرات، حاجه كده اخر طعامه واخر لذاذه. شايفين والله العظيم تحفه. تعالوا نشوف احنا عملنا الفيديو الرهيب الجميل ده ازاي. ومش هتكلفي نفسك، يعني انت لو رحت اشتريتي الكميه دي حادق وحلو من عند الحلواني او من اللي بيبيعوا البيتزا، هتدفعي مبلغ وقدره. احنا مش مكلفنا اي حاجة. قومي اعملي لاولادك وفرحيهم وسعديهم وباقل التكاليف. تعالي نشوف الفيديو، بس نسمي ونصلي على رسول الله. وما تنسوش حبايبي اللايك والسبسكرايب والكومنت لاحبابي اللي لسه جايين جداد، واصحابي وحبايبي وعيلتي القدام. ما تنسوش اللايك بليز. ربنا يوفقكم يا رب. ونبتدي على بركة الله. عندي نص كيلو من الحليب، هولع عليه النار، احط عليه 3 معالق من السكر. زي ما انت عايزه تحلي بقى، عايزه تحطي 3 تحطي 4، لكن دي مقدار القشطه الكدابه اللي احنا هنعملها. عندي 3 معالق من النشا هضيفهم. نسمي ونصلي على رسول الله. هقلب لغايه الخليط ما يدينا القوام اللي احنا عايزينه. لو عندك قشطه لباني من وش الحليب ممكن تضيفيها، لكن انا هستكفى بالمكونات اللي احنا عاملينها دي، يعني نقولوا عليها المهلبيه. هضيف شويه من الفاني او الفانيليا عشان تديها طعم حلو وريحه تكون جميله جدا. انا مش هزيد السكر عشان تديني طعم القشطه، لكن لو انت حلتيها هتبقى خلاص طعم المهلبيه. لكن كده السكر بتاعها مظبوط جدا. هفضل اقلب لما يدينا القوام المطلوب. نسمي ونصلي على رسول الله. شايفين القوام بتاعها جميل ازاي؟ قوام كريمي وتحفه. هسيبها بقى لما تبرد. انا كده خلاص هطفي النار عليها ونروح نشوف احنا هنعمل ايه. عندي لفه من الجلاش وعندي كوبايه زيت على زبده. نسمي ونصلي على رسول الله. هاخد ورقتين من الجلاش بتاعنا، هاخد ورقه وادهنها بالزيت على الزبده. طريقه جميله. اولادك بيقولوا لك يا ماما عايزين ناكل فطير، والفطير غالي عند الحلواني. انت تقدري توفري وتاكلي كل العيله بلفه الجلاش دي وهيشبعوا. هحط عليها كمان ورقه تانية، يبقوا ورقتين. كل فطيره يا دوبك بورقتين بس. وهدهنها تاني بالشكل ده. نسمي ونصلي على رسول الله ونذكر الله دايما. وهاجي اطبقها بالشكل ده كده، ونحط التانية قصادها. شايفين؟ واجي اخد الحشوة بتاعتي. عندي الجبنة البيضة اللي هي الفيتا، احطها وادهنها في النص كده. نعمل في المربع ده كده. عايزة تصغري عايزة تكبري زي ما انت عايزة اعملي. يعني ممكن التانيتين دول تحطي الحشوة الاول وتطبقي عليها، بس انا عايزة اعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هاجي احط عليها شوية من الزيتون
دي الحادق، في هنعمل حادق وهعمل الحلو. اللي عايز ياكل ده ياكل، اللي عايز ياكل الحلو ياكل. احط عليها جبنه موزاريلا، دي اللي بالجبنات، اي جبنه عندك، ان شاء الله جبنه قريش حطي، جبنه رومي حطي. شايفين؟ احط شويه من الشيدر، شايفين شكلها جميل ازاي؟ هاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي اطبق عليها كده واقفل عليها كده، شايفين؟ واقوم قافله تاني بالشكل ده. ادي الفطيره بتاعتنا اهي، اهي شايفين شكلها جميل جدا. وندهنها شويه كده، ودي كانت شكلها، شايفين عامله ازاي؟ هاخد ورقه تانية، انا هعمل 2 من كل صنف، وهوريكم الشكل في الاخر بيبقى عامل ازاي. هدهنها كده، يعني ممكن ما تدهنيش اللي تحت، لكن عشان انا عايزاها تبقى احلى حاجة احنا بنعملها في البيت بايدينا لاولادنا، مش هنبخل عليهم باي حاجة. هحط الطبقة التانية، حطيت الطبقة التانية برضو هدهنها بالشكل ده. طبعا كلنا عارفين احنا بندهن الجلاش ازاي. الفطيرة دي هتبقى جميلة جدا وموفرة واكلة سريعة كده على الفطار على العشاء. بصي انا عملت الاولانية وهي صغيرة، عايزة تكبريها هتكبريها، هتحطي الحشو كده، عايزة تكبريها هتسيبيها مفرودة بالشكل ده. يعني الحجم ده في ايديكي انتي اللي تقدري تتحكمي فيه، اهو كده اهو. بس هو الافضل ان احنا نقفلها على بعضها. هنحط الجبنة البيضة، انا حطيت الجبنة الشيدر، حطي الجبنة البيضة، حطي بقى الحشوات اللي تعجبك. كله احنا بنعمله في بيتنا، وكله هيسيح مع بعضه في النار بالشكل اللي انتوا شايفينه. هاخد الزيتون وهحطها، كل واحد ياكل اللي يعجبه. هحط عليها، هحط الشيدر، شايفين دي بقى، دي الحجم اللي هيبقى اكبر. هاجي برضو واقفل من الجناب بالطريقه، شايفين الحجم بقى؟ انت تتحكمي في الحجم اللي انت عايزاه اهو بالشكل ده. وهنيجي كده نقفل كده، وهنقفل كده. شايفين دي بقت اكبر، لكن انا بفضل ان احنا نحط الحشوه بالطريقه الاولانيه اللي انا قلت لكم. انا بوريكم دي وبوريكم دي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله هتطلع تحفه. وعشان نعمل بقى الفطير الحلو هاجي برضو بنفس الطريقه، هدهن الورقتين بتوعنا. انا دهنت ورقه من تحت، وادي الورقه التانيه اهي، دهنيها كويس. احنا قلنا زيت نص كوبايه ونص كوبايه زبده على قد الكميه اللي انت هتعمليها. طبعا انت ست بيت وعارفه المقادير اللي انت هتعمليها. هاجي بقى اعمل ايه؟ نسمي ونصلي على رسول الله. هاجي اخد القشطه الكدابه الجميله بتاعتنا دي ونحطها في النص كده اهو، كده بالطريقه دي كده حطيناها. عندي بقى شويه سوداني مجروش، حطي عليها السوداني المجروش. الحاجات الحلوه اللي عندك بقى متوفره انت تقدري تحطيها وتدلعي اولادك احلى دلع. عندي شويه من الزبيب، لو متوفر حطي، مش متوفر خلاص كفايه كده. نسمي ونصلي على رسول الله، نقفل عليها اهو. شايفين؟ شايفين الورقه عامله ازاي؟ حاجه كده تحفه بجد اهو. وريحه القشطه بقى الكدابه بتاعتنا، يا وعد يا وعد. واقفلي عليها كده فريدي. نسمي ونصلي على رسول الله. شايفين الحلاوه اهو؟ بسم الله ما شاء الله اهي. كده عملنا واحده تانية، ادي القشطه حطيناها في النص زي ما انتوا شايفين
طبعا القشطه معايا ريحتها تحفه بجد، يعني ممكن تعمليها كمان لاولادك دي وتحطي عليها المكسرات ياكلوها برضو في الجلاسات كده في الكاسات، حاجه كده اخر حلاوه واخر لذاذه بجد. شايفين احنا عملنا كميه كبيره من الفطير، خلي كله بقى ياكل ويشبع، وحاجه اخر طعامه واخر لذاذه. لازم تجربوها، حاجه بسيطه ومش مكلفه باقل الامكانيات، يعني اي امكانيات عندك في البيت اعمليها اهو، واتكي عليها كده عشان تفرجي زي ما انت عايزه. بسم الله ما شاء الله، وندهن. شايفين اهو. لو حسيتي ان القشطه معاكي هتدوبلك الفطير، حطي يعني حته كده اهو تحتيها، حته من الجلاش تحت القشطه، شايفين تبقى متماسكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا عاملاها قدامكم ما فيهاش اي فرشه زياده ولا اي حاجه. ده الفطير اللي احنا عملناه، وطبعا بقيه الكميه لسه هعملها، بس انا بوريكم انا عملت هنا 3 حلو و3 حادق. نروح نشوف هنعمل ايه. هجيب الطاسه او المقلايه او بتاعه الكريب، احط فيها شويه من الزيت اللي بالزبده طبعا، او زيت او اي ماده دهنيه انت عايزاها، وتوطي النار عليها خالص، ونسمي ونصلي على رسول الله، ونحط الفطيرة بتاعتنا كده، والنار هادية خالص. والنار تكون هادية عليها خالص. شايفين لونها جميل ازاي؟ تحفة بجد، تحفة، لازم تجربيها. شايفين شكله عامل ازاي؟ دي كده اخر واحدة. كده نكون خلصنا الفطير الجميل بتاعنا. هنيجي للحلو بتاعنا ده، هخرمه كده شوية بالسكينة بأي حاجة، وهرش عليه الحليب يتشرب منه. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ واللي عايز حطيله في الطبق بتاعه. وهاجي احط عليه شوية من سكر البودرة بالشكل ده كده، شوية من المكسرات على الوش، عشان بقى ايه، يبقى زي احنا بنشتريه من بره بالظبط. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.